ابتهال أبو السعد بعد طردها من القاعة. قد يلحقونني بسبب كلامي، ولكن خوفي من هذا الانتقام لا يقارن بخوفي من العمل على تكنولوجيا تستخدم في قصف الأبرياء. بالنسبة لي أكبر مخاوفي هي أن أستيقظ في صباح عادي لأكتشف أن الكود الذي كتبته قد يكون سببا في موت الأطفال. هذا هو الهاجس الذي سيطر علي أكثر من أي شيء آخر، ولهذا تحدثت رغم علمي المسبق بأن هناك عواقب قد تنتظرني. نعم، خوفي من المساهمة في الإبادة الجماعية في غزة أكبر بكثير. ما يقلقني اليوم حقا هو تواطؤ مايكروسوفت في هذه الإبادة. بصراحة لا شيء يتجاوز هذا الخط الأحمر. معرفتنا بأن شفراتنا تستخدم في القصف والمراقبة واستهداف الأبرياء، هذا هو ما يشغلني الآن أكثر من أي عواقب شخصية قد تترتب على موقفي.